أهلا بكم. آه، كنت في فيديوهات سابقة تطرقت إلى موضوع غلاء الأسعار وارتباطه بالطبقة الاجتماعية الهشة، التي يعني لا تتمكن من اقتناء ما هو ضروري من أجل العيش الكريم. وحملت المسؤولية، يعني مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، لأقل ما يمكن أن نصفها بأوضاع مزرية ومزرية جدا. الحكومة كتحمل المسؤولية، لكن بعد تمعن وبعض الجولات قمت بها وطرحت بعض الأسئلة على بعض المعنيين، لقيت بأنه مثلا إلا بغيتي دابا نجار ما غتلقاهش مسالي، صباغ، حداد، تريسيان، بلومبي، يعني الحريفيه اون جينيرال. ملي كتمشي عندهم دابا كتقول ما ودي انا عندي واحد البريكول ولا عندي واحد الخدمه، تقول لك تسنى، ما يمكنش تلقاه جالس مربع يدو وحال الحانوت مثلا وجالس، لا، خدام مول الحانوت بيع شاري. الاسواق الممتازه بيع شاريه، مع من بيع شاريه مع المغاربه اللي كيتشكاو. الجطيه هما الناس بيعين شاريين. يعني أكاد أجزم بأن ليست هناك أزمة، ليست هناك أزمة، هناك إشاعة أزمة. وإلا فكان على الأقل المتضرر، يعني أقصد المواطن المتضرر يعني من هذا الغلاء، أنه يعبر على السخط ديالو، يعبر على القلق ديالو، على الأقل بأسلوب حضاري وسلمي اللي كان يتمثل في مقاطعة المنتوجات. والله المغربي لا قاطع لك المنتوجات بالله، ولو توصل 1000 ريال الكيلو. ديك المطيشه كانت ب 240 ريال، يعني 12 درهم، وشراوها المغاربه. دابا راه كاينه في السوق ب 7 دراهم وكيشريوها المغاربه. يمكن انا كنسجل هذا الفيديو يمكن تولي ب 6 دراهم ولا ب 5 دراهم، ما عرفتش. المهم حاليا يعني اثناء تسجيل هذا راه كدير في السوق ب 7 دراهم، باش نتفاهموا. بمعنى لدرجه ولات كتجي رخيصه. انا مشيت نشري المطيشه ب 7 دراهم، سمعت واحد قال له شحال، قال له 7 دراهم، قال له الحمد لله رخيصه. قال له طاحت، قال له رخيصه، دير واحد 5 كيلو. والناس ما كاين، شري شري شري. شتي وهذه فكرتني في في واحد القصه ديال كان كذا واحد الملك. هو ملك ديال البلاد، ولكن في نفس الوقت عنده معمل السكر او انتاج السكر. يعني السكر اللي كاين في البلاد هو اللي كيتحكم فيه ديالو وديال الاسره ديالو. باش نقرب لكم المعنى، واحد المره بغى يزيد في ثمن السكر بانه تربح فيه مزيان، بغى يزيد في الثمن ديالو، وعيط على ذاك المستشار ديالو قال له دير، بغيت تزيد في ثمن السكر، دير لي واحد الاعلان. جا واحد المستشار ديال الامن القومي ولا هذا، قال له ودي لا، راه ما يمكن ليناش بور لانستون، ما يمكن ليناش نزيدو، لانه راه كاين احتقان شعبي واجتماعيه، الامور ماشي هي هذيك. راه سو بو انه تقدر ديكلونشي لنا شي موفمون ماشي هي هذيك، ونوليو في ما لا تحمد عقباه. قال له طريت النعماسي، طريت، وخلينا نشوفوا هذه القضيه هذه كيفاش غادي نديروا ليها. هو يجي واحد المحيط، وما يسمى بالبيطانه. البيطانه والحشي ديال المالي. قالت له، جا واحد قال له زعما اهل فكر ولا عقل هذا، قال له اسمع سيدي، قال له هذا الموضوع ضربوا على راسي انايا، ضربوا على راسي. اش دار؟ مشى دار واحد البيان، عطاه الاذاعه. كتعرف بان بحال هاد الناس كيتحكموا في الاذاعه وكيتحكموا في كلشي. عطاه الاذاعه، عطاه لواحد الصحفي يتلو البيان. شنو هو البيان؟ قال بان الحكومه ديال الملك، ديال جلاله الملك، تعتزم الزياده، زياده الاسعار في المواد التاليه، وبداو في السكر والشاي والطحين والزيت و داكشي كثير. صافي الخبر تلاح. اش داروا هما؟ مشاو تيختبروا ردود الفعل ديال الشعب. الشعب مسكين مكلخ ديال ديك القبيله، بداو تيقولوا واه واو سمعتي؟ قال لي راه سمعت اخويا، بغاو يزيدوا الزيت والسكر واتاي والطحين. وبداو تيقولوا واكون غير يزيدوا غير في شي حاجه، في الزيت ولا في الطحين بعدا، ولا غير في اتاي ولا في هذا ولا في السكر، وهما بغاو يزيدوا كلشي بدقه واحده. بزاف علينا هادشي بزاف علينا. ها حاجه واحده ولا جوج بعدا نقبلوها. دونك الشعب استانس بهذه الزياده الوهميه، صافي جدرات عنده في المخ. هنا خونا
والحكمه مشى عند الملك قال له راه الامور غادا في تحسن. قال له واش المعمول دابا، واش نبداو واش نزيدو في الثمن؟ قال له لا، اصبر عليا شويه. مشى هو يدير بيان ثاني، عطاه الناس ديال الاذاعه. شنو فيه البيان؟ بعدما بلغ الى مسامع جلالته الزياده، اعتزام الحكومه في الزياده في السكر والشاي و تدخل شخصيا وقال لهم حبسوا اش غديروا؟ لا، زيدوا في السكر فقط، والحوايج الاخرين حنا غنتكلم بهم، ما تزيدوش على الشعب، زيدوا عليهم في السكر فقط. هو الناس راه كان باغي يزيد في السكر. الناس كيف تقبل الشعب بالخبر؟ اوه، عاش 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 عاش. اوه، راه نقص، راه كان غتزاد في 5 المواد ولا 6 ولات نقصها في ماده. صافي دخلت لهنا، زيدوا في السكر ماشي مشكل. الله ودي راه كانوا يزيدوا عليها في الزيت والطحين والزيت، دابا راه زيدوها في السكر. صافي هو يزيدوا عليهم في السكر، مفهوم؟ وقضيه اخرى عاوتاني، هاد الناس اللي كيسبوا الحكومه منين جات؟ جات من صناديق الاقتراع. واش كاين اللي صوت عليها؟ شكون؟ الناس جاو من الكابون ولا من سريلانكا ولا من تايوان ولا من، انا كنشيرها اللي جات فمي تنقولها. لا، اللي صوت عليها مغاربه، ونجحات وهتف الناس باسم اخنوش. عاش اخنوش. اليوم اخنوش، لان شنو هو اختيار ممثل الامه ولا الحكومه؟ شنو هي اختيار؟ وهي انها تقوم مقامك، يعني كتهضر بالاسم ديالك، كتدبر الشأن ديالك. انت اختاريتيها وهي كتدبر الشأن ديالك. علاش كتلومها؟ اختاريتيها وقالت كتسبها وكتشتمها وكتقول ولاد الحرام زادوا علينا، دعيناهم الله والله يخطيهم الحق، وحنايا وانا المسكينه وانا المظلمه وانا كذا وانا. انت اختاريتيهم، تحمل المسؤوليه ديالك. هما عاوتاني شنو كيديروا؟ هما راه كيشوفوا شنو هو اللي صالح لك، راه كيشوفوا عاوتاني. لا، انت الشعب، راه اللي جينا نعاندو حنا الشعب، راه كل واحد كيرغي بالغاه. ولكن الحكومه لا، الحكومه عندها مسائل ديالها مضبوطه، عندها الارقام، عندها الامور، عندها الصادرات، الواردات، الى اخره. شافت بانه الا عندك انت راه الاقتصاد غيفلس، راه المغرب غيدير فايت ويلو يضحكوا علينا الدول. دونك اون فوا انت صوتي عليهم واختاريتهم باش يمثلوك، وخليهم يديروا داكشي اللي كيشوفوه هما مناسب، وانت ما تعرفش احسن منهم. هذا الكلام يقدر يقلق شي واحد ولا ما يعجبوش، يقول لك هذا مع الحكومه ولا يا انا مع الحكومه. مال الحكومه راه خدامه خدمتها، وانتم ما كاش خصك، راك واكل شارب، ولادك تيقراو في المدرسه، كاين السبيطارات الحمد لله فيها الادويه، كلشي موجود، كلشي عندنا، مال كلشي خدام، كلشي واكل، كلشي شارب، كلشي. شنو باقي؟ يلا سير تسالى ليا في السوق وشوف، ولا سير جيب شي معلم قول له راه واش غتلقاه مسالي ولا ما مساليش. ناس بخير، ولا الناس راه كيمشيو للريستورات نعم سيدي، وكيمشيو للمنتزهات يعني الترفيه. المغاربه دابا يعيشون الترفيه في ظل الازمه الخياليه، الازمه اللي اصلا ما كايناش كاع، مفهوم؟